المباراة اليوم كان مميزا بالأربعة أهداف. سجل صقر الطيف هدفين في الشوط الأول، ثم فهد منيف وهادي يحيى هدفين في الشوط الثاني مقابل هدفين بدر مبروك ومحمد النقاش الفيصلي. أنا عمري ما أوفي فيصل الله يرحمه، الشيء اللي عمله معي عمري ما أنساه والله العظيم. أنا يعني خيره علي والله العظيم يا طال عمرك. أنا كنت متمنى أقابلك وكان في مسابقة اتعملت، أنا جبت لك الظرف بتاعك سلمته في راسي. فأتمنى إنه أي دولة عربية تعمل مسجد للأمير فيصل بن فهد تقليدا والناس تدعي له. بارك الله فيك. والآن لحظة التتويج ولحظة كأس الأمير فيصل بن فهد للفريق الشبابي. خالد عواجي يرفع اللقب والفرحة الكبيرة لليث المستقبل. إذن الليث يتوج باللقب، يتوج بدوري كأس الأمير فيصل بن فهد. وهنا رئيس النادي الأستاذ خالد البلطان في لحظة التتويج، في لحظة الفرح أكيد هو فرح ليس بالتتويج فقط، أكيد فرح بليث المستقبل، فريق قادم بقوة، بأن الليث لديه ركيزة أن إذا ذهب الفريق الأول هناك فريق أولمبي يقدم العطاء ويبهر بعطائه. ايوه ابو فهد، نرجع لموضوعنا. بس شفت الزول شلون ما صدق الله وصل للامير، ها يقول شكله جاي كم مره المكتب وما لقى فرصه، قال قدام التلفزيون وفي المنصه الامير بيسمع بيضطر. لا اشوف شو اسمه الامير فيصل بن فهد رحمه الله شخصيه عالميه، وهو يعني يبغى يعطي الامير مشاعر اللي ما قدر يتكلم او يقولها في وقت سابق، فوجد انها فرصه وتحدث عن هذا الجانب. مبروك طيب للشباب بطوله كاس الامير فيصل بن فهد للمره الثالثه على التوالي. ايوه انا اتحدث الان عن موضوع كيف حصل الشباب على البطوله. انا من المتابعين جدا لهذه البطوله لاني حريص جدا عليها، لانها فعلا قدمت مواهب ممتازه للانديه ال14 المشاركه. في الاسابيع الاخيره كانت المنافسة بين الأهلي والنصر والشباب. الأهلي تراجع بعد عدة خسائر متتالية، وأيضا النصر ذهب عدد من اللاعبين للفريق الأول، وكان هناك غير اهتمام من الإدارة كاملة. أيضا الكابتن يوسف خميس أخذ 3 لاعبين اللي هم الكابتن أحمد الجيزاني هداف الفريق، والظهير الأيمن محمد الجيزاني، والمدافع تركي السفياني. في الوقت الذي وجدت أنا وشاهدت عن قرب أنه الأخ خالد البلطان وضع كامل ثقله الإداري والشرفي في اهتمام في هذا الفريق، فتأكدت أن البطولة ستذهب لنادي الشباب. وفعلا طيب ذهبت بعد هزيمة النصر من الهلال 4-3 في الأسبوع قبل الماضي.